اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. النهارده هنتعلم ازاي نعمل قناه للمحتوى الديني عن طريق الذكاء الاصطناعي، مش بس فيديو القرآن اللي شفتوه في الاول، لا كمان هنتعلم ازاي نعمل احاديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في شكل فيديوهات زي الفيديو ده كده بالظبط. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، وهنسيب لكم تحت لينك جروب التليجرام عشان نتواصل مع بعض عليه في اي حاجه. النهارده هنتعلم ازاي نعمل قناه للمحتوى الديني باستخدام الذكاء الاصطناعي ونكسب عن طريقها ملايين، بس المره دي مش فلوس انما حسنات، وتبقى صدقه جاريه لكل واحد فينا. هنقسم المحتوى بتاعنا لنوعين، نوع عن القرآن الكريم ونوع عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام زي الفيديوهات اللي شفتوها في الأول. والسؤال المهم، هل المحتوى الديني ممكن نكسب عن طريقه فلوس من المشاهدات من تيك توك ويوتيوب ولا لأ؟ كل ده هنتكلم عليه وأكتر في الفيديو. وفي معانا برضه هدايا لاشتراكات لمواقع مدفوعة زي ما عودناكم، بس كملوا الفيديو للآخر. وأول نوع هنبتدي بيه هو محتوى القرآن الكريم. أول خطوة معانا هنروح على تيك توك وهنكتب في السيرش قرآن كريم شاشة سوداء، هيظهر لنا فيديوهات كتير جدا. هنختار اي فيديو احنا عايزينه فيهم، اي صوره احنا حابينها، يعني دي حاجه طبعا بتختلف من واحد للتاني. فاخترنا مثلا الفيديو ده، بعدين هنلاقي على اليمين كوبي لينك، بعد كده هنقوم رايحين على كاتبين في السيرش بتاع جوجل تيك توك داونلودر، هيظهر لنا اللينك ده، هندوس عليه، بعد كده هتلاقي بيست، هتعمل بيست لللينك اللي احنا جبناه، بعد كده هنقوم رايحين دايسين على داونلود، بعدين هنخش ندوس داونلود تاني، وكده احنا خلصنا اول خطوه ونزلنا الفيديو. بعد كده هنروح على موقع بيكسابي وهنسيب اللينك تحت الديسكربشن، وهنكتب في السيرش الطبيعه نيتشر، هيظهر لنا فيديوهات كتيره جدا. هنختار الفيديو اللي احنا عايزينه، فيديو يكون جميل عن الطبيعه، فاحنا مثلا هنختار الفيديو بتاع البحر ده. بعد كده هنيجي ندوس على اليمين هنا، هنختار داونلود، هنختار ثالث واحده عشان دي اعلى كواليتي مجاني، وبعد كده هندوس على داونلود. بعد كده الفيديو هينزل معانا ويبقى خلصنا الخطوه دي. بعد كده هنتعلم ازاي نعمل مونتاج ونركب الفيديوهين على بعض. هننزل برنامج كاب كات، هنسيب اللينك تحت في الديسكربشن. بعد كده هنخش نعمل داونلود، برنامج مجاني 100%، وهنتعلم ازاي نعمل مونتاج في دي. بعد ما نسطب البرنامج هنوصل على الواجهه دي، هنختار نيو بروجكت. بعد كده هنعمل امبورت للفيديوهين اللي احنا نزلناهم، الفيديو بتاع التيك توك والفيديو بتاع بيكسابي، هنعلم عليهم. بعد كده هنقوم منزلينهم عندنا. بعد كده هندوس على العلامه الزرقاء اللي هي البلس بتاع فيديو البحر. بعد كده هنيجي نختار ريشيو عشان نخلي الفيديو مناسب للتيك توك والريلز، فهنخليه 9 ل 16. بعد كده هنعمل زوم بالاسهم عشان يملأ الصوره كلها، نعمل زوم لحد ما نملأ الصوره كلها. بعد كده هنقوم منزلين الفيديو الثاني اللي هو بتاع القرآن الكريم. هنيجي نبص هنا في الجنب، هنلاقي في حاجه اسمها كروب، هندوس عليها. بعد كده هنخليها نعمل كروب على قد الصوره بالظبط، على قد الكلام بالظبط. بعد ما نخلصها بالشكل ده هنقوم رايحين دايسين على كونفيرم، وكده احنا خلصنا الخطوه دي. هنيجي نبص هنا على الشمال، هنلاقي بيزك، هنلاقي تحتيها حاجات كتيره جدا. هنروح على مود دي عايزين شكل القرآن الكريم ده لونه يبقى عامل ازاي، فهنلاقي فيه كذا اوبشن، البرايتن، اللينير بيرن، السوفت لايت، الهارد لايت، فاحنا هنختار اللي احنا عايزينه. فانا شايف ان الكالر دوج احسن واحد عشان بتظهر بشكل يكون لونه ابيض. كده هنشغل الفيديو معانا ونشوف شكله عامل ازاي دلوقتي. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
كده الفيديو هيطلع بالشكل اللي شفتوه ده بطريقه بدائيه خالص لتعليم المونتاج من غير ما ندخل نفسنا في تفاصيل كتير في المونتاج، ودي اسهل طريقه مجانيه ممكن نستخدمها. وده اول نوع من المحتوى الديني اللي هنقدمه وهو القرآن الكريم، والمحتوى الثاني هو احاديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. تعال نتعلم نعملها ازاي على شكل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. هندخل على موقع موضوع، وده مجمع اجمل احاديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وزي ما احنا شايفين هنلاقي احاديث عن الحب، عن الاخلاق، عن الصبر، عن الامانه، عن بر الوالدين. اكبر مكتبه ممكن نستفيد بيها. فاحنا زي ما انتم شايفين اهو الاحاديث كلها قدامنا، فاحنا هنعمل مكتبه لينا عن طريق شيت اكسل، وهناخد الاحاديث دي كوبي وهنحطها في شيت الاكسل بتاعنا. زي مثلا هناخد الحديث ده كوبي، بعد كده هنروح شيت الاكسل بتاعنا زي ما انتم شايفين. انا عملتها طبعا من قبلكم، ممكن الخطوه دي بتاخد وقت شويه بس تتعملها مره واحده بس، وهنخلق ال 30 فيديو بخطوه واحده بس. يعني هي دي بس الخطوه اللي بتاخد وقت شويه. بعد ما خلصناها احنا كده بقى عندنا المكتبه بتاعتنا، نبتدي الشغل. هندخل على موقع بيكسابي وهنجيب برضو فيديوهات عن الطبيعه زي ما عملنا الاول، وهنختار اي فيديو احنا شايفينه مناسب. فاحنا مثلا ممكن الفيديو اللي على اليمين بتاع الطيور ده انا شايف ان ده فيديو مناسب، هنيجي هندوس عليه. بعد كده هنقوم رايحين دايسين على داونلود، وهنختار ثالث حاجه ودي اعلى كواليتي مجاني. وكده احنا خلصنا الخطوه دي. بعد كده هنروح على موقع كانفا وهنسيب اللينك تحت في الديسكربشن، وهنكتب في السيرش يوتيوب شورتس. هندوس على يوتيوب شورتس وهيظهر لنا تمبلتس كتير جدا، فاحنا نختار البلانك الفاضيه هنختارها واحنا اللي هنعملها من الاول. اول حاجه هنخش هنعمل ابلود للفيديو اللي احنا لسه منزلينه على بيكسابي اللي هو بتاع الطيور ده، وهندوس على الاسهم كل جنب وهنكبره عشان حد ما يملى التمبلت كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بمنتهى البساطه. هنروح نختار من على الشمال تكست وهندوس على اد هيدنج، وهنخلي السايز بتاع الفونت هنكبره شويه، فهنخليه مثلا حوالي 60 55 كده عشان يبقى الخط واضح. وهنروح للمكتبه بتاعتنا وناخد كوبي لحديث واحد بس، وهنتعلم ازاي دلوقتي هنعمل ال 30 حديث بنفس الخطوه. بعد كده هنعمل بيست للحديث اللي احنا جبناه وهنقوم شادين طالعينه لفوق كده. فاللون ده مش عاجبنا فهندوس على كلر هنعمله ابيض، وهنختار الفونت اللي بيه الخط هنختاره اليس من على الشمال زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنروح ندوس على اد هيدنج مره تانية، والمره دي هنكتب الصلاه على النبي بعد الحديث ما نكتبه. فيها هنجيب الايه بتاعت ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنجيبها من على جوجل بسهوله من على اي مرجع وهناخدها كوبي. بعد كده هنرجع تاني لكانفا وهنعمل لها طبعا الفونت بتاع اد هيدنج ده هنكبره، وبعد كده هندوس بيست هنحطها بالشكل ده، وهنغير اللون بتاعها برضو زي ما عملناه هنخليه ابيض، وهنختار الفونت بتاعها ان هو يبقى اليس عشان اليس بيبقى اكتر واحد يعني اكتر فونت واضح للعين كده زي ما احنا شايفين كده بالظبط. بعد كده هنروح ندوس على الجمله الثانيه اللي احنا كتبناها اللي هي فيها الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، وهندوس كليك يمين. بعد كده هندوس شو تايمينج ان احنا عايزينها تظهر امتى. فاحنا مثلا هنا هنعوز ان احنا تظهر بعد 10 ثواني من الفيديو، فهنروح نعمل لها دراج من الجنب كده ونزقها لحد ما تبقى 10 ثواني من الفيديو. دلوقتي هنشوف الموضوع ده هيتم ازاي. بعد كده هنروح على بيكسابي وهنختار اسلاميك ميوزك، تبقى الموسيقى الاسلاميه اللي بتظهر فيه دايما الفيديوهات دينيه. فاحنا هنيجي نبص هنا هنبص على اول واحده دي شبه الموسيقى اللي احنا بنسمعها في كل الفيديوهات الدينيه، فهنعمل لها داونلود وخلصنا كده الخطوه دي. بعد كده هنرجع على كانفا وهندوس على ابلود فايلز، بعدين هنختار اوديو ونعمل ابلود للموسيقى اللي احنا لسه جايبينها من على بيكسابي، وبعد كده هننزلها تحت معانا وكده الموسيقى بقت معانا. كده احنا خلصنا كل حاجه في الفيديو. بعد كده هنروح ندوس على شير، بعد كده هنروح ندوس على داونلود، وبعد كده الفيديو هيظهر معانا بالشكل اللي فيديو في خطوه واحده بس. هنختار خاصيه البالك كرييت وهندوس عليها، ودي اللي هتساعدنا في الموضوع ده. هندوس على انتر داتا مانيوالي، بعد كده هيظهر لنا شيت، هننزل تحت هندوس على كلير تيبل، بعد كده هنرجع للشيت الاكسل بتاعنا اللي احنا مجمعين فيه الاحاديث كلها، وهنختار لنا مثلا حوالي 30 حديث مثلا وناخدهم. بعد كده هنرجع في نفس المكان في حرف التي ده نعمل بيست، وكده 30 حديث بقوا جاهزين. بعد كده دن. بعد كده هنرجع للحديث اللي احنا كاتبينه على تمبلت وهندوس كليك يمين عليه، بعد كده كونكت داتا، بعد كده هندوس على الحديث اللي ظهر لنا
القناه، وكده احنا ربطنا الاحاديث كلها ببعض. هنقوم رايحين دايسين على الشمال على كونتينيو، وكده خلاص احنا خلصنا الخطوه دي بمنتهى السهوله، وخلقنا 30 فيديو في خطوه واحده بس. بعد كده هندوس على جنريت. في نقطه صغيره محتاجين نقولها، ان لو بصينا على التراك بتاع الموسيقى تحت هنلاقيه لحد ما الموسيقى بتخلص وبقيه الفيديوهات مش مكمله، فاحنا هنقف عليها وهندوس كليك يمين. بعد كده هنقوم دوبليكيت، وهنيجي نبص في الاخر لو لسه برضو ما كملتش بقيه الفيديوهات هنعمل دوبليكيت تراك كذا مره كده. هنفضل نعيد العمليه دي لحد ما نوصل في الاخر ان احنا غطينا كل الفيديوهات بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي قدامكم ده. كده خلاص احنا غطينا كل الفيديوهات بقى فيها نوع الموسيقى ده. كده احنا ظهر لنا 30 فيديو بخطوه واحده بس عن طريق البالك كرييت من غير اي مجهود. كل اللي هنحتاجه هنا بس ان احنا نعدي على الفيديوهات دي كلها بعينينا ونشوف الفورماتنج بتاعها مظبوط ولا لا، عشان انت لما بتعمل البالك كرييت ساعات الفورماتنج بتاعها ما بيظبطش او بيضرب، بس ده في حالات نادره جدا. يعني مثلا هنيجي نبص هنا مثلا كده هنلاقي مثلا ممكن الخط كبير شويه، الكلام كتير لو الاحاديث بالذات الطويله، فهنقوم مصغرين الفونت بتاعها. زي هنا مثلا هنختار الفونت نصغره شويه. لو كملنا قدام شويه هنلاقي برضو في حديث طويل، فهنختار نصغر الفونت شويه عشان اللي بيشوف الحديث يشوفه بشكل واضح، ما يكونش الكلام كله داخل في بعضه. او مثلا زي الفيديو ده. وطبعا يعني الشكل والديزاين بتاع شكل الفيديو ده ترجع من واحد للتاني. بعد كده هنروح ندوس على شير، بعد كده داونلود، بعد كده داونلود بيجز از سيبريت فايلز، وبعد كده داونلود. وكده ال 30 فيديو نزلوا معانا بمنتهى السهوله من غير اي مجهود. لكن في معلومه عايزين نقولها، ان خاصيه البالك كرييت هي تبع الباقه البرو في كانفا. يعني لو جينا هنا مثلا ده اكونت جديد بنجرب فيه، دوسنا على بالك كرييت مش هتعمل معانا عشان دي تبع الباقه المدفوعه. فلو حابب يشترك فيها هيلاقي ان سعر الشهرين فيها ب 120 جنيه، الشهر 120 جنيه وعليها شهر هديه. فده لو حابب يشترك. بس كمل معانا لاخر الفيديو عشان في مفاجاه وفي ناس هنكسبها الاشتراك ببلاش. كده احنا قدمنا كل حاجة تخص قناة المحتوى الديني، سواء من ناحية القرآن الكريم او من ناحية احاديث الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وان شاء الله كل واحد هينشر الفيديو ليه هيبقى الاجر والثواب عند ربنا. والفيديوهات دي بناخدها وننشرها على تيك توك، يوتيوب شورتس، فيسبوك، وانستجرام ريلز. مش هتاخد منك نص ساعة بس من يومك، حتى لو كل يوم نزلت فيديو واحد بس شوف كام واحد هيشوف الفيديو بسببك، وكام واحد هيصلي على النبي بسببك، وتاخد الاجر والثواب. والسؤال اللي بيجي في بال كل الناس دلوقتي، هل المحتوى الديني ممكن نربح من المشاهدات منه زي اي محتوى تاني ولا لا، سواء من التيك توك او يوتيوب او الفيسبوك او انستجرام؟ السؤال هنا بينقسم لجزئين. بالنسبه لاحاديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام فما فيش فيها اي مشكله وما فيش فيها اي حقوق نشر، عشان الفيديوهات من اخراجنا بالكامل، فدي ما تخافش منها خالص. المشكله الثانيه هي محتوى القران الكريم، فللاسف صوت الشيوخ عليه حقوق نشر. فممكن لو قناتك اتراجعت من يوتيوب او البيج بتاعتك اتراجعت من تيك توك، يقول لك للاسف انت ما خدتش اذن الشيوخ دي قبل ما تنشره، فممكن ما يدخلوهاش للربح بسبب الموضوع ده. وفي بعض الاقاويل ان الشورتس عموما ما عليهاش حقوق نشر، ولكن برضو مش قاعده، ممكن وممكن لا لما قناتك تروح تتراجع. فانا حبيت اوضح الموضوع بكل تفاصيله عشان المعلومات كلها تبقى عندك مظبوطه، وان شاء الله سواء في ارباح او ما فيش ارباح ربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. اما بالنسبه للمفاجاه اللي اتكلمنا عليها في اول الفيديو، ان في 5 اشخاص هنكسبهم اشتراك كانفا المدفوع، والشروط انك تدعمنا بلايك للفيديو وتكتب لنا رايك في المحتوى اللي بنقدمه سواء كان بالسلب او بالايجاب، وبعدين تختم الكومنت بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وهنختار 5 اشخاص بشكل عشوائي من الكومنتات عشان نكسبهم. ما تنسوش هنسيب لكم جروب التليجرام عشان نتواصل عليه، ولو حد واقف معاه خطوه مش عارف يعملها نساعد بعض عليه وتبقى وسيله تواصل ما بيننا. ويا ريت تكتبوا لنا في الكومنتس الفيديو الجاي عايزينه يبقى عن ايه. هنسيب لكم تحت في صندوق الوصف كل فيديوهات سلسله صناعه المحتوى بدون ظهور باستخدام الذكاء الاصطناعي، سواء كان محتوى رياضي او تحفيزي او عن السفر. كل ده هتلاقوه في القناه عندنا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله نشوفكم على خير. سلام عليكم.